نادي الزمالك بيفوز على نادي الاتحاد النهارده، وبيحصل على 3 نقط من قلب اسكندرية في استاد برج العرب. أداء مختلف تماما من لعيبة نادي الزمالك، أداء رجولي، أداء مميز، استحواذ على الكورة طول الماتش. تقريبا الاتحاد ما جاش في الماتش كله، ولكن في نقطة سلبية وحيدة على التحكيم. في جون تالت نادي الزمالك جابه، الحكم رجع تقريبا يعني حوالي دقيقة باللعب، أو يعني مدة طويلة جدا باللعب عشان يشوف بس زيزو اوفسايد ولا لأ. طيب حضرتك هل هو ده اللي انت بتعمله في كل مرة؟ لأ. طيب ليه المعيار ده ما بيتمش غير على نادي الزمالك؟ وفين خطوط الملعب اللي ما اترسمتش أصلا في اللعبة، اللي محدش فاهم هي راحت فين؟ ما علينا. تخيلوا لو النتيجة كانت 0-0 ونادي الزمالك محتاج الجون ده، كان ايه اللي تم؟ الجون بتاع زياد كمال اللي هو التالت، اللي هو محمد معروف لغاه الحكم يعني.